السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا بوت النسخ الإصدار التاني. ضفنا القائمة بتاعة المنيو عندنا بشكل جديد. هنعمل هنا نفتح المنيو ونعمل اوبن تيكت. تمام. طبعا البوت بيرد عليك بشكل جديد وبرضو القائمة بتاعة المنيو ضفناها للنسخ هنا. طيب ركز معايا بقى عشان ايه نملى التلات قوائم دول. لو انت دلوقتي بي سي هتعمل كنترول شيفت اي، ولازم تكون فاتحه على براوزر كروم ايدج اي حاجة. هتروح هنا لوكال ستورج وتنزل هنا اخر واحدة، تروح على التوكن هنا تاخده كوبي، كليك يمين كوبي. لازم التوكن لما تيجي تحطه في البوت تمسح القايمتين دول، تمسح العلامتين دول يكونوا ممسوحين. تمام. تعملها هنا وتجيب اي دي السيرفرات اللي انت عايز تنسخها. يعني انا ده السيرفر ده انا عايز انسخه، هحطه هنا ايه الاي دي بتاعه في السيرفر اي دي تو كوبي. والسيرفر ده انا عايز اعمل له لاصق فهحطه في سيرفر اي دي تو بيست. تمام. هعمل هنا ايه سبميت والبوت هيعمل سينك. اديله بالكتير 5 ثواني. قال لي انت متأكد انت عايز تنسخ السيرفر ده؟ قلت له ايوه. كونفيرم هنا. تمام. دي انت ركز معايا برضو، هتاخدها هنا بس تضغط عليها ما هينسخ، كليك يمين تعمل لها لصق. تمام. تكتب الكود ده 68570. لازم يكون معاك كريدت طبعا. هتلاقينا بدأ التحويل، وده السيرفر اللي انا عايز الرومات تتنسخ فيه. حتى بالتوقيت اهو هتلاحظوا معايا الساعة 6:42. تمام. لما جيتوا تلاحظوا هنا في الاوديت لوج هتلاقيه بدأ يعمل الرولات اهي. الرولات موجودة هنا. عمل الرومات وبدأ يعمل كاتيجوري والرومات والدنيا دي. هنا كده بدأ هنا كده عمل الرومات والكاتيجوري والحاجات دي كلها اهي. تمام. الاصدار التاني ده كده البوت الاصدار التاني حلنا فيه اغلب المشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله الاصدار التالت.